السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليني النهاردة أشرح لكم طريقة فرشنا بيها شقة دوبلكس. ده عندي بيزمنت في الشروق. طبعا عارفين، زي ما احنا عارفين، إن البيزمنت ده بيبقى دور تحت الدور الأرضي، يعني بيبقى زي بدروم أو جراج. بس احنا نقدر طبعا نستغله كسكن يعني وكده. طبعا لو جينا بصينا فهنلاقي المساحة الداخلية بتاعتنا للشقة حوالي 175 متر، والمساحة الخارجية للجاردن أو اللاندسكيب بتاعتنا حوالي 100 متر. فلو جينا دخلنا هنا من الأول هنلاقي إن إحنا عملنا ده مدخل البوابة بتاعتنا. لو جينا دخلنا هنلاقي إن إحنا عملنا جزء معين كده للجراج بتاع العربية، وجينا في الجزء ده عملنا قاعدة صغيرة كده في اللاندسكيب من بره، مع أحواض الزرع واتنين كرسي وترابيزة شكلهم شيك بالشكل ده. لو جينا نزلنا هنلاقي إن إحنا ممكن ننزل السلالم. طبعا عندي الارتفاع بتاعي حوالي 80 سنتي، فلما هنزل من عند العربية هشوف شكل اللاندسكيب بالشكل ده. أهو عملنا الأرضيات بتاعتنا كده عشب زي ما حضراتكم شايفين كده، وعملنا ممر من الرخام الأنتيك بحيث إن هو يوصلنا لآخر الجاردن أو اللاندسكيب بتاعتنا. وبدأنا إن إحنا نعمل السور بتاعنا بالشكل ده، ونرش عليه زرع والشجر والأبلايت اللي موجودة معانا ديت، والداون لايت بتاعت الإضاءة. لو جينا دخلنا هنلاقي معانا شكل اللاندسكيب بالشكل ده اهو. بدأنا نحط أحواض الزرع بتاعتنا، بدأنا إن احنا هنعمل قاعدة هنا صغيرة بالشكل ده. ولو دخلنا تاني جوه هنلاقي إن احنا عملنا أحواض زرع تاني مع نافورة شكلها شيك كده. وطبعا ما ننساش الشبابيك بتاعتنا عملناها مع الشغل GRC اللي احنا عملناه خارجي ده. وبدأنا إن احنا لو وصلنا للآخر هنشوف الشكل اللي احنا عاملينه ده. عاملين بار صغير كده نقدر نحط فيه حوض، نقدر عملنا بوتاجاز، عملنا شواية صغيرة بالشكل ده، وحطينا عليها مكنة القهوة، وعملناها بمنسوب تاني بحيث تبقى مرتفعة عن الأرضية. طبعا ما نسيناش توزيع الكاميرات بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده. كاميرات موجودة اهي بالشكل ده. ولو جينا شوفنا هنا هنلاقي إن إحنا وزعنا إضاءة وعملنا حاجات ديكورية كده في المكان. لو جينا هنا هنشوف برجولة باللون الأبيض كده بحيث إن هي تعكس لون الشمس شوية. وهنلاقي إن إحنا عملنا هنا الستاير بالشكل ده. ولو دخلنا هنلاقي عملنا مرجيحة هنا أهي، ومعاها كنبة واتنين كرسي وترابيزة. طبعا كل ده بيبص على جوه في الريسبشن بتاعنا اللي احنا هنشرحه دلوقتي. اهو ده شكل البرجولة وشكل القعدة الجلسة الخارجية. اهو احنا بدأنا نطلع كده. طبعا احنا جايين من المكان ده اهو. طبعا احنا لو جينا دخلنا هنا وشرحنا تاني مكان الدخول هنلاقي ان الفيلا بتاعتنا ممكن ندخلها من الباب بتاعها، باب الدخول بتاعها هنا. وطبعا عندي هنا شبابيك بمنسوب قليل شوية بحيث ان هو ده بيزمنت، فهنشوف شكلها عالجناها من جوه ازاي. طبعا لو جينا دخلنا كده بالشكل ده هنلاقي اننا ممكن ندخل من هنا. الباب بتاعي هنا اهو. فلو دخلنا هنلاقي الانترانس بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. عملنا تجاليد من الخشب مع برواز بانو كده مع المراية اللي شكلها حلو دي. وضفنا معاها المكتبة اللي حطينا عليها التحف بالشكل الشيك الجميل ده. وعملنا هنا رف طاير بالشكل ده كده، ومعاه فوتيه صغير. طبعا دي الحيطة بتاعة الحمام اهو. فلو جينا دخلنا شرحنا الحمام هنلاقي ان احنا عملنا هنا
طبعا اليونت بتاعتنا باتنين حوض واتنين مراية. وعملنا هنا الكابين شاور بالشكل ده، وفي الدش، وبدأنا إن احنا نحط خوارنقات في أو أرفف في الكابين شاور بالشكل ده. ولو جينا هنا هنلاقي إن احنا عملنا القعدة المعلقة بتاعتنا مع أرفف برضه تخزين بالشكل ده. طبعا أنا عندي هنا جزء بنحاول إن احنا نستغله أو نستغل المساحات بتاعتنا أفضل استغلال، فحطينا هنا الجزء سخان بالكهرباء، سخان فوري. وعملنا جزء هنا لمنظم للحمام. هي دي الحيطة بتاعت الحيطة لما بندخل ففي ظهرها الحمام. وطبعا عملنا هنا الباب بتاع الحمام، وهنشوف الشكل الجميل ده معاه مع تجاليد الخشب. خلينا ندخل الأول يمين، ربنا يجعلنا من أهل اليمين يا رب. خلينا ندخل هنا في الجزء ده. لما هندخل هنلاقي عندي الشكل ده. طبعا شايفين توزيعات الإنارة بتاعتي، السبوت لايت، النجف، المagnetic تراك، في حاجات كتيرة قوي موجودة في الديزاين معانا بنعمل حسابنا عليها. فلو جينا دخلنا هنا هنلاقي إن احنا حققنا طبعا رغبات العميل في إن هو يعمل مكتب هنا بالشكل ده. عندي مكتب هنا، وعندي هنا تجاليد من الخشب. طبعا في هنا باب هيدن، هوريلكوا شكله من جوه هيبقى عامل ازاي، مع اتنين كرسي والمكتب ده والترابيزة الصغيرة. طبعا قبلها هنلاقي في كنبة معانا بالشكل ده، وهنلاقي قصاد المكتب على طول في جزء كده للتي في يونت اهو بالشكل ده. وفي جزء طبعا هنا مستخبي عندي شوية، عاملينه كافي كورنر بحيث ان هو نقدر نستغل المساحة اهو. فطبعا واحنا قاعدين عند المكتب هنبدأ نشوف الشكل ده. ولو جينا من الناحية التانية بالشكل ده كده اهو، من عند الكوفي كورنر بتاعنا هنلاقي الشكل ده كده بتاع المكتب اهو. اهو ده شكل المكتب. دي معالجة للشبابيك الخارجية. بدأنا إن احنا نحط ستاير رأسية عليها بالشكل ده. طبعا أنا عندي هنا في صرف بيبقى ماشي جوه البيزمنت. طبعا احنا عاملين له تجاليد من الجبسن بورد. وهنا في زي باب كشف، طبعا عملناه بباب مخفي هيدن، نقدر نفتح الجزء ده لو في أي مشكلة أو حاجة في الصرف نقدر نصينها من هنا ونقفل الباب تاني. طبعا أهم حاجة إن احنا ناخد بالنا من كل التفاصيل بتاعة الديزاين، ونحاول نعمل معالجة لكل الحاجات اللي موجودة عندنا. طبعا لو بصينا هنا احنا ليه هنا عملنا الباب مخفي. طبعا أنا عندي الجزء ده بما إن ده بيزمنت، فالسلم بتاع العمارة طالع في الجزء ده هنا بالشكل ده كده. فعندي هنا الجزء ده نص كده. وطبعا هنا أنا طبعا زي ما قلنا إن إحنا عندي المواسير بتاعة الصرف ماشية هنا وبتيجي تخرج من الحيطة دي. فإحنا عملنا زي غرفة نقدر إن إحنا نعملها زي ستورج، وفي نفس الوقت هيكون فيها الجزء بتاع صيانة الصرف واللي هيكون موجود هنا. وطبعا لو حصل أي تسريب أو حاجة لا قدر الله نبقى بعيد، وكله متقفل بعيد عن المكان اللي بره. طبعا ده شكل الباب اللي احنا عاملينه المخفي. ده شكله من جوه اهو، هو ده مكانه. ونقدر ندخل منه تاني على الغرفة التانية دي عشان نشوف لو عندي أي مشكلة في المواسير أو في الصرف. طبعا لو وريت لكم الشكل ده من جوه اهو، هي الجزء ده واطي كده بالشكل ده لأن في سلم بتاع العمارة طالع هنا، فقدرنا إن احنا نستغلها برضو كوحدة تخزين بالشكل ده اهو. ده شكل المكتب، ده شكل باب الفيلا اهو لما جينا. طبعا بما اننا احنا عملنا فيلا دي دوبلكس ففيها سلم، عملنا سلم بتاعنا بالشكل ده. احنا دخلنا هنا من باب الفيلا اهو عشان ما نتلخبطش، وده الانترانس دور. لو جينا بصينا هنا بالشكل ده هنلاقي معانا السلم اهو.
بالشكل ده بيطلعنا على الدور التاني اللي فوق اهو. وبدأنا إن احنا نعمل طبعا شباك بالشكل ده اهو. خليني اوريهولكوا، عملنا هنا شباك بالشكل ده كده. نقدر إن احنا واحنا طالعين نشوف، نعمل إضاءة طبيعية تدي دخول للمكان. وطبعا ما ننساش تحت السلم عملنا ركن للزرع عشان نقدر نعمل شكل جمالي كويس. طبعا وانت نازل من السلم هتشوف الشكل ده اهو. ده شكل التجاليد الخشب بتاعتنا. ونبدأ بعد كده نستعرض باقي الشقة. لو جينا دخلنا كده هنلاقي عندي الشكل ده كده اهو. طبعا احنا عندنا السلم، اول لما هندخل هنلاقي فيه الايلاند اللي احنا عاملينها دي، جوه منها حوض وعليها اتنين كرسي بالشكل ده. وهندخل هنلاقي عندي هي دي التوزيعة بتاعة المطبخ اهي بالشكل ده كده. لو جينا شفنا توزيع المطبخ هنلاقي عندي هنا في نيش على حسب الطلبات بتاعة العميل اللي موجودة عنده نيش بالمقاس المطلوب. في هنا وحدة تخزين بالطول نقدر نحط فيها المقشات، المساحات، الحاجات الطويلة بتاعة التنظيف. وعندي هنا أوفن مساحته 90 سنتي بالشكل ده. وهاجي بعد كده هلاقي إن أنا عملت كاونتر توب بالشكل ده كده. جوه منها بوتاجاز بيلت إن، وفوقيه الشفاط بتاعنا حوض بالشكل ده، وجنبه ميكروويف متحرك نقدر إن احنا نحركه في المكان اللي احنا عايزينه. ولو جينا هنا كده هنلاقي إننا عملنا هنا التلاجة بالمقاسات المطلوبة. تلاجة 18 قدم مع ديب فريزر 6 درج. طبعا هنا رصينا الوحدات العلوية بالشكل ده بإزاز كلها. والوحدات التانية اللي تحتها عملناها كلها درج بالشكل ده. والوحدات السفلية بدأنا نرصها بالشكل ده. فعملنا مساحات تخزين مهولة للمطبخ، رغم يعني إن مساحته مش أكبر حاجة يعني. فشوفنا كده هنلاقي إن إحنا عملنا الأيلاند أهو. هتنزل من على السلم هتخرج على باب الشقة، أو هتنزل من على السلم تدخل على المطبخ والأيلاند بتاعنا وباقي الريسبشن أهو. فلو جينا هنا هنلاقي بعد كده إن إحنا عملنا سفرة 6 كراسي بالشكل ده، وقصادها الشباك بتاعها. وبدأنا إن إحنا نعمل هنا فاصل ديكوري من الخشب بالشكل ده أهو، بحيث إن هو يفصل الركنة عن باقي السفرة. ولو جينا بصينا هنا على اليمين هنلاقي إن إحنا حطينا كنبة مع 2 كرسي شيك بالشكل ده، ومعاهم بانو كده حاجة شيك وسيمبل مع 2 أفليك صغير. ولو جينا دخلنا جوه شوية كده هنلاقي الشاشة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التي في يونت بتاعتنا اهي اهو بالشكل ده كده. ده طبعا شكل الجاردن بتاعنا من بره اللي احنا كنا شرحناه في اول الفيديو. ولو جينا هنا هنشوف التي في يونت بتاعتنا بالشكل ده اهو. تي في يونت جميلة ما شاء الله، شكلها حلو جدا. معاها الكنبة والكرسيين. فالشكل الجمالي كله على بعض شكله حلو أوي. ولو جينا شفناها من الناحية دي هنلاقي إن إحنا ممكن نشوف الشكل ده كده أهو. نقدر نشوف الركنة، نقدر نشوف السفرة، نقدر نشوف المطبخ ده باب الحمام طبعا أهو. ونقدر إن إحنا نشوف الركنة بتاعتنا بالشكل ده أهو. دي الركنة بتاعتي مع الوحدة بتاعت التكييف طبعا بتاعتنا. احنا ده حاجة عملية شوية، بحيث ان هي الوحدة بتاعتها راكبة باك تو باك، ما يبقاش فيه تأسيس كتير. وفي نفس الوقت بس مشكلتها ان احنا الستارة ما بتبقاش كاملة. في اماكن التكييف احنا كنا نفضل ان احنا نعمل الاسقف هنا في الدور هنا كونسيلد. ولكن الميزانية للعميل ما كانتش هتسمح ان احنا نعمل تكييفات كونسيلد، فعملناها تكييفات سبليت عادية بالشكل ده. طبعا ده هو شكل الشقة اهو من الناحية التانية اهو. نبدأ نشوفه بالشكل ده كده اهو.
مع الحمام مع الجزء ده كله بالكامل.